ليه دايما بيتقال ان بنات المنصوره جمالهم مستورد؟ المنصوره ليه؟ بحث لويس التاسع اشمعنى هو اللي قرر لازم نروح المنصوره النهارده؟ ليه يا لويس؟ الناس بتصحى تفطر يا حبيبي، محدش بيغزو العالم على معده فاضيه كده يا لولو. لولو طبعا راسه ألف جزمه لا نروح مصر النهارده، لان جيش مصر هو اللي كان مانع الحملات الصليبيه ان هي تدخل القدس او الناحيه الشرقيه دي كلها، وعلشان الحملات الصليبيه دي تنجح في مهمتها كان لازم نسيطر على مصر الاول. في مصر بقى كان بيبرس وقطز بيتخانقوا جنب سرير نجم الدين على مين اللي هيمسك الحكم، مفيش بربع جنيه اتعاظ يا شباب والله. وعلشان لويس التاسع ما يكررش اخطاء الحمله الفرنسيه الخامسه كان لازم يجمع بفته الصح. اكتب عندك 80,000 جندي هم جيش لويس التاسع نفسه، وتضيف عليهم فرسان الهيكل الاسطوريين. اسطر حاجه، فاكرين الحشاشين اللي اتكلمنا عليهم قبل كده؟ هم زيهم بالظبط، بس الفرق ان دول بيحاربوا باسم الصليب. وضيف عليهم جنود من مراته مارجريتا. الستات زمان ما كانوش بيستثمروا في الذهب حبايبي، كانوا بيستثمروا في الجنود، ده غير جيوش شارل وروبرت اخواته. وقبل ما يتحركوا لعبوا كيال لو بروميير على مين اللي هيتحرك بجيشه الاول، كيلو باميه يعني، بس هم بيحبوا يفخموه على نفسهم. لويس وبفته نزلوا دمياط وعملوا فيها قاعده حربيه، ومن سهوله الموضوع قدروا يحتلوا راس البر وكل اللسان ده لحد ما وصلوا عند الدقهليه. واول ما لويس شاف بحر جمصة قال جمصة، ترجمه يا لهوي على الحلاوه، المكان ده حلو فشخ. ولان المنصوره يبدو كده ان هي كانت معلمه على الحملات الصليبيه اللي فاتت، لويس قال لمراته مارجريت خلينا ندخل المنصوره بكره الصبح على رواقه. فمارجريت قالت له ليه الصبح؟ يعني ليه الصبح ما نفطرش؟ يعني بنعمل كل حاجه الا الفطار. ولان لويس كان لسه راجع من ارض المعركه طازه ما كانش فاضي لقمص الستات ده، قال لها بكره الصبح فطريني قبل ما نتحرك على المنصوره. بسطتي كده؟ مارجريت اتبسطت فعلا، لان هي ما استنتش يخلص كلامه وراحت تحضر الفطار واللانش بوكس اللي هياخده معاه ارض المعركه. على الناحيه الثانيه الفلاحين رغم الفقر وعدم وجود اسلحه ولا جروب فيسبوك ينظم حتى المسيرات والانتفاضات دي، قرروا يعملوا جيش جهادي في المنصوره قبل ما لويس يهاجم البلد. ولاول مره يكون لكهن الفلاحين فايده. الفلاحين الغلابه دول كانوا بيتسحبوا لمعسكرات الفرنسيين ويخلصوا عليهم، واللي مش بيلحقوا يخلصوا عليهم بيرحلوهم على القاهره، لدرجه ان مارجريتا مرات لويس ما كانتش بتعرف تنام من كتر الرعب. اصل تخيل في عز نومك تلاقي فلاح مصري اصيل طالع لك من تحت السرير، وده بالظبط اللي قاله مؤرخ الحمله. كانوا واخدين مؤرخ على اساس هينتصروا ويكتب عن عظمه لويس وكده. المؤرخ ده قال ان مارجريتا كل ما تنام كانت بتصحى مفزوعه تقول مسلمين الحقونا مسلمين. في القاهره بقى نجم الدين السر الالهي طلع، البقاء لله طبعا، بس لسه بيبرس وقطز بيتخانقوا على مين اللي هيمسك الحكم. راحت شجره الدر مسكت الحكم، محدش بيعتمد على الرجاله في حاجه والله. المهم جيش لويس علشان يسيطر على اي بلد لازم يروح عاصمه البلد دي ويعمل فيها سجل مدني. سجل مدني ايه؟ بهزر، بيروحوا يسقطوا العاصمه دي ويعسكروا فيها. وكان الدور على المنصوره عاصمه الدقهليه. ما المنصوره مش محافظه لوحدها. ودي كانت تاني فايده لكهن الفلاحين في المنصوره، كل واحد دخل بيته سكت عياله وخلى مراته تقف بميه مغليه جنب الشباك وهو جنب الباب بالشومه او باي حاجه. لويس ومارجريتا دخلوا انبهروا. مارجريتا قالت له لويس وي سويتي دول جبنه قوي، احنا ما عملناش حاجه لسه. معقول هربوا؟ وي سويتي احنا معانا جيش الهيكل، العلم بتاعهم بس يترفع العالم كله يبقى تحت رجلينا. ولسه لويس ما كملش كلمته الستات فتحوا الشبابيك ورموا الميه، والرجاله خرجت تكمل بالشوم وغطيان الحلق. اخو لويس لقى العركه قلبت جد، جري على بيت فلاح غلبان يستخبى فيه. الفلاح شافه خايف كده قال له يا واش يا واش. يا واش دي عثمانيين واتراك، انا فرنسي. فالفلاح قال له ما تاخذنيش يا ابني، مش عارفين ناخد نفسنا، باردون والله، بس زي ما انت شايف رومان واتراك كله ورا بعض. وفي ارض المعركه لويس ومارجريت شايفين جيش الهيكل بيتهيكل، فرجعوا بظهرهم واحده واحده ان شاء الله محدش ياخد باله مننا، وهوب رموا نفسهم في النيل وعاموا لحد ما وصلوا المكان جنب دمياط اسمه فراسكو. قعدوا هناك شهرين بحالهم مستنيين الفرصه المناسبه علشان يرجعوا دمياط في القاعده بتاعتهم، بس الميه والاكل والفلوس كل حاجه خلصت. فمارجريتا خرجت عليه وقالت له لويس وي سويتي لا فوق لي كده وما تعمليش فيها خواجه، انا وابنك هنموت من الجوع، اتصرف. فلويس جري فاروق الشهامه وقال لها مارجريتا وطي صوتك واتكلمي له فرنسي، الولد هيلقط. فمارجريتا ضحكت ضحكه رقيعه وقالت له يا دكري بقيتي سوقيه، بالليل تجهزي علشان هنروح على دمياط ومن هناك على فرنسا. مارجريتا من الفرح رقعت زغروطه سمعها جنود الملك الجديد توران شاه بقياده بيبرس. فالجنود دول طردوهم لحد ما حبسوهم في دار القاضي ابراهيم ابن لقمان. مارجريتا ولويس علشان يرجعوا فرنسا المماليك كانوا محتاجين دمياط و400,000 دينار. مارجريتا كأي ست اصيله قلعت صيغتها وادتهم للويس، وفعلا لويس باعهم بس ما جابوش المبلغ المطلوب. وبعد محايلات المماليك وافقوا باللي لويس دفعه وسابوهم يروحوا، بس ما روحوش على فرنسا، راحوا عكا. لويس كان
حاسس ببرن اوت، وعلى الرغم من كده قرر يحتل مصر تاني، بس قبل ما يروح هناك هيحتل تونس الاول. وبعت رسائل كتيره جدا بالخطه والمطلوب لكل ملوك اوروبا، بس على ما وصلت كان مات. وفي فرنسا ظهروا التنوريين، ودول كانوا ضد الحملات الصليبيه كلها، وحولوا فرنسا بعد كده لبلد علمانيه، وحطموا كل فرسان الهيكل، اقوى جيوش الحمله الفرنسيه وقتها. ايه علاقه بنات المنصوره بقى بكل ده؟ الجنود اللي اتبقوا من الجيش الفرنسي والنبلاء اللي ما عرفوش يدفعوا الديه اعلنوا اسلامهم وعاشوا في مصر. فكانت العائلات الكبيره في المنصوره بتتسابق على نسبهم، مش علشان العيون الزرقاء والشعر الاصفر بس، لكن كمان علشان تحضرهم وعلمهم اللي ما كانش موجود زيه في مصر. ومن هنا حصل تداخل في الجينات، واتشهرت المنصوره بجمال بناتها من ايام ما المنصوره كان اسمها جزيره الورد، واللي سماها كده الملك الكامل الايوبي علشان اهلها انتصروا على الحمله الفرنسيه الخامسه اللي كانت قبل لويس التاسع. وعلشان الملك يكرم اهل المدينه ويخلد انتصارهم، امر باعاده بناء المدينه وتسميتها المنصوره. فلو حد قال لك بقى اهل المنصوره باعوا نفسهم للفرنسيين، قول له احنا مشيناهم ولينا باقي من فلوس الديه.